محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي السابق. مصر بتنهار والسيسي لازم يعتذر. محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي السابق هاجم بشراسة النظام المصري بعد تكرار انقطاع الكهرباء، ونشر عبر حسابه في فيسبوك منشور قال فيه مخاطر تفكك الدولة. ما يقوم به النظام المصري هو السير بخطوات سريعة لتفكك الدولة وانهيارها. ما يحدث من انقطاع الكهرباء كان أمرا متوقعا ومعروفا حين اتخذ قرار تصدير الغاز اللازم لتشغيل المحطات مقابل دولارات لدفع فوائد الديون. السياسة الكارثية في استيراد محطات التوليد بدون الحاجة إلى نصفها مقابل قروض من البنوك الألمانية أوضح حجم السياسة الاقتصادية البائسة وكارثة عدم إجراء دراسات جدوى. يحدث الآن أن الإعلام الذي كان صوت المجلس العسكري منذ عام 2011 قد افتتحت له فضائية في الإمارات ليطالب منها الرئيس بعدم الترشح. الأصوات ارتفعت في كل مكان تعلن غضبها. المطلب الآن أن تعلن قيادة الدولة أنها أخطأت في سياسة القروض، وأنها أخطأت في جزء كبير من العاصمة الإدارية، وأنها أخطأت في قوانين الاعتقال والمحاكمات بقوانين من القرون الوسطى، وأنها حبست عشرات الآلاف من الذين لم يحملوا سلاحا ولم يحرضوا على استخدام العنف، وأنها أخطأت في سياستها الخارجية بخصوص نهر النيل، وفي سياستها مع الدول العربية، وفي النهاية في الاستعانة بأهل الثقة وإهمال أهل الخبرة. فتشوهت العاصمة ودمرت الإسكندرية، ولا أحد يعلم كيف سوف نسدد الديون. النظام المصري عليه أن يواجه الحقيقة بالاعتذار للشعب أولا، ثم إطلاق الحريات والآراء ليقول أصحاب الرأي السديد وليس المطبلتية كيف نخرج من المصيبة كوطن وننسى الأفراد.